لجنة التخبيط. اللجنة دي يا جماعة ما اسمهاش التخطيط، اسمها التخبيط، تعلن عن مفاجأة، وذلك في الهجوم على عماد النحاس بعد ما حدث في لقاء انبي. لجنة التخبيط الحلوة بتاعتنا المكونة من الرئيس مختار والأعضاء، أعضاء اللجنة زكريا ناصف، لأن احنا بنقول أعضاء اللجنة مش بنقول عضو، فهو زكريا ناصف بس هو في أعضاء اللجنة كلها، يعني في زكريا ناصف لوحده أعضاء اللجنة كلها، فنقول بقى زكريا ناصف لأن دول أعضاء في بعض. فبالتالي هاجموا يعني عماد النحاس وقالوا له ازاي تلعب بأليو ديانج ومروان عطية، وقالوا له ان انت دخلت المباراة متأخر جدا في الشوط الثاني، كان المفروض على طول من بعد الدقيقة 60 تعمل تغييراتك وتعمل على طول تعديلاتك التكتيكية دي، مش تيجي في اخر ربع ساعة تغير طريقة اللعب وتعمل ضاغط وتلعب ب3 بس، كنت المفروض تعمل كده من بدري. طبعا لجنة التخبيط بيكلموا عماد النحاس كأنهم مثلا جهابذة،